تشتري ايه من هيونداي تحت المليون؟ لو الميزانيه بعافيه شويه ومعاك تحت ال 200,000، شوف الهيونداي اكسنت موديلات 2001 2002 لحد 2006. عربيه فات عليها عمر ولكنها هتشيلك شويه، انت هتشيلها شويه، الامور هتمشي. لو معاك ازيد شويه من 300 ل 350 الف، عليك وعلى الانترا اكس دي، عربيه اصيله ويعني هتشيلك ومش هتقول لا. قطع غيارها موجوده ومعمره، وقطع غيارها كمان سعرها رخيص. طيب ربنا رزقك بقى وفتحها عليك وبقى معاك 500 الف، عليك وعلى الانترا اتش دي 2009 10 11 في الرينجات دي. عايز بقى تخرج بره المألوف، هتركب عربيه مختلفه بس ركوبه، السوناتا 2009 2010، عربيه 2000 سي سي، قطع غيارها مش منتشره وموجوده في الاكشاك ولكنها موجوده عند ناس معينه، لكن في الاخر هتبقى راكب عربيه حلوه قوي، قعدت بيعها تقيله شويه بس راكب عربيه. طيب انت شاب بقى وعايز تخربها بالشكل الكوبيه والتعديلات، يبقى عليك وعلى العربيه الهيونداي التوسكاني معشوقه الشباب. عايز تروح لحاجه تاني، الهيونداي الفيوليستر، عربيه في رينج 600 650 وشكلها مختلف قوي. طبعا مش هننسى الانترا الام دي، من اكتر عربيات الانترا اللي اتباعت عندنا، ولكن سيبك من المبالغه في السعر، لقيت عربيه بسعر كويس منها تمام، ما لقيتش يبقى سيبك منها. موجود كمان الاي اكس 35 لو عايز حاجه شكلها يدي برستيج، موديلات من 2014 2015 في الرينج ده، وسعرها بيبقى في رينج 750 850. عربيه كبيره كده وشكلها حلو وشكلها يديك برستيج جامد الصراحه. تشتري ايه من دي؟ فكره جديده عملناها الكيا ودلوقتي الهيونداي، عايزين نعملها الماركات ايه تاني؟